ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض نعمل العجة المصرية طريقة جميلة جدا والأصلية، يعني مش هنحط فيها أي حاجة خالص. طبعا احنا بنعمل كمية بصل، هي بتعتمد على البصل والبيض وبس، أكتر حاجة بتبقى البصل. زي ما انتم شايفين كده حطيت زيت وحطينا البصل، وهبتدي نقلبها. مش هنحمرها، هنخليها بس ريحة البصل تدبل، تصفر بس. هنقلب زي ما انتوا شايفين كده اهي، ابتدت تدبل معانا اهي. هنحط بس توم زي ما انتوا شايفين، بقطعه صغير جدا. قطعيه كده اهوت، او ممكن تدقيه. وبرده هنقلب. طبعا اول ما نلاقي ريحة التوم طلعت كده معانا، يعني يعتبر كده خلاص. هنزل بقى ب3 معالق من الدقيق. حطيت الدقيق عشان اقلبه فيه برضو. طبعا لما تحطي الدقيق وتقلبيه يعتبر بيتحمص شوية، بيطلع طعم العجة جميل جدا. نحط بقى فلفل اسود وملح. هنقلب برضو تاني. بعد ما بردت خالص، يعني انا سبتها وقفلت عليها، وبعدين رجعت لها تاني. بعد ما بردت خالص ابتدي بقى احط البيض. حطي زي ما انت عايزة، 3 4 5. اهو ابتدي بقى نقلب ده مع ده. هنحط بقى الخضرة بقى بتاعتنا. الخضرة بتاعتنا شبت، بقدونس، كزبرة، انا بحط كده. لقيتها برضو محتاجة، رحت حاطة كمان بيضة. هنحط بيكنج باودر معلقة كده. احنا بنعملها كأنها كيكة بالظبط. اهو بنقلبهم بقى كده مع بعض. بنكون محضرين صينية زي ما انتوا شايفين كده، ونكون مولعين الفرن على 180 درجة. اهو نسويها بقى وندخلها الفرن.
اهو زي ما انتوا كده شايفين، هدخلها الفرن وما تطلع اوريها لكم. وكده بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين طالعه جميله جدا ولونها حلو. بتتاكل، يعني عايزه اقول لكم بتتقطم كده من غير عيش حتى. جميله جدا، جنبها شويه بطاطس محمره، شويه سلطه، وهتبقى اكله جميله جدا. لو اخر الشهر هتبقى اكله اقتصاديه وموجوده في كل بيت، ما احتاجناش اي حاجه غير البيض والدقيق بس. يعني العجه هي كده. اه نطلعها بقى. بصوا، دي طبعا بصلايه. أكلة جميلة، وزي ما قلت لكم بتاكلوها، وحاجة جميلة جدا. لو ما يعرفش العجة المصرية، هي دي العجة الأصلية الجميلة اللي أنا طلعت لقيت أمي الله يرحمها بتعملها لنا. أتمنى أن يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، وما تنسونيش بقى في الشير واللايك وسبسكرايب للقناة. ولو أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها عشان أكبر معاكم. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة. باي باي.